في لابلاج ديال المحمديه ديال لاسيستا وتيقلع الكتبه الرمليه اللي منها الى جا الماء عالي 1 متر ونص، ديك الحي ديال لاسيستا كله غيولي يعوم. طبيعه خلقه وسائل الدفاع ديالها، خلقه وسائل الحمايه. هادو صحاب المال واللوبيات ديال العقار عينهم تعمى، ما تيبان لهم غير الصنادق ديال الفلوس. اذا هذه هي المشاكل الكبرى ديال سميتو. طبعا التفصيلات ديالها كاين. مسألة ثانية اللي خصني نوضحها، لأنه في الكلام ديال في العرض غادي تجي واحد العدد ديال المصطلحات من الأحسن نوضحها في البداية باش ما نكون نتكلم كل واحد يكون عارف ما عليه يفترض. أولا تقول البيئة تنعمي بها. البيئة بشكل علمي هي كل أنواع الحياة اللي موجودة في الكون. الحيوان من ثدييات وأسماك وحشرات وغيرها، والإنسان يعتبر من الثدييات، هو كذلك جزء من هذه الفصيلة. النباتات، التربة، المياه، الهواء، كل هذا يسمى البيئة. وهذه الأنواع هذه كلها هي تتفاعل فيما بينها، بحيث إذا سقطت في واحد منها يختل التوازن البيئي. هذا الوجود ديال هذه الأنواع هذه المختلفة هو ما يسمى لا بيوديفرسيتي، التنوع الحيوي. وهذا التكامل فيما بينهم، كل هذه المكونات من ماء، من هواء، من حيوان، من بشر، من نبات إلى آخره، التكامل فيما بينهم والحياة ديال الانسجام اللي تتخلق فيما بينهم هي اللي تتسمى ليكو سيستيم، النظام الإيكولوجي أو الأنظمة الإيكولوجية. إذن هذه الأنظمة الإيكولوجية تتكسر الوقت اللي تدخل واحد العنصر اللي هو غير منسجم، مثل غازات الاحتباس الحراري اللي تكون محملة بديوكسين دو كربون، يعني الغاز كربونيك CO2، واللي تكون محملة بالميثان وغازات أخرى من السوفر ومن غيرها إلى آخره. هذه الغازات منين تجي؟ هذا الاحتباس الحراري هو شنو؟ خصو يفهموه المغاربة. غادي يوقع مؤتمر ديال الأطراف، بمعنى مؤتمر الدول ديال الدنيا، غيتجمعوا عندنا مراكش في نوفمبر 2016، هو اللي سمي كوب 22، بمعنى مؤتمر الأطراف 22. معناه 21 مؤتمر كان في دول أخرى، في بلدان أخرى، من ضمنها واحد كان في مراكش المؤتمر السابق. هذا الاحتباس الحراري شنو؟ الكرة الأرضية، وكاين الغلاف الجوي، لاتموسفير، الغلاف الجوي اللي هو اللي تتوفر فيه شروط الحياة، فيه الأكسجين باش نستطيعوا نعيشوا، لا حنا لا النبات اللي كيعيش من الأكسجين إلى كذلك. الحرارة اللي تجي من الشمس تضرب في الكرة الأرضية، في النباتات، في المسطحات المائية المختلفة. هذيك الخيوط قوس قزح كلنا تنعرفوا الألوان اللي كاينة في قوس قزح، هذاك يعني نوعية المواد الذرية، يعني الأشعات اللي تيجي من الشمس، ها الفيولي، ها الأحمر، الالترافيولي إلى غيره. هادوك تيدربوا في الكرة الأرضية وتنعكسوا وترجعوا، تتبقى الأرض وقت التوازن ديالها. إشكال فين كاين؟ هو ذاك الرجوع ديالهم ولا معرقل. باش معرقل؟ معرقل بالغازات اللي تتخرج
من مختلف المعامل ومختلف المنشآت اللي يعني يكون فيها وقود احتراق تيخرج غاز ثاني اكسيد الكربون. هذا غاز ثاني اكسيد الكربون المشكله ديالو تيبقى اكثر من 100 سنه في الجو. حنا راه باقيين دابا عايش معنا ثاني اكسيد الكربون ديال الحرب العالميه الثانيه، راه باقي عايش معنا. بالنسبه لهذا ثاني اكسيد الكربون داير غمامه، ملي تتحبس تزداد الحراره ديال الارض. ملي تزداد الحراره ديال الارض كل القمم ديال الجبال اللي فيها الثلوج والقطر الشمالي والقطر الجنوبي تيبدا يذوب منه الثلج. ملي تيذوب الثلج كيمشي مع الانهار مع المحيطات، المستوى ديال البحر تيطلع، وبالتالي لا الدول اللي هي على شكل جزر ولا المدن اللي هي قريبه على البحر قريبه الماء كلها غادي يغمرها الماء. هادشي خدام وزادت الوتيره ديالو هذه واحد 50 عام. واحد 50 عام زادت الوتيره، الحراره اللي ولات تجينا غير عاديه، المطار اللي ولات تيجي غير عادي، بمعنى ولينا احداثيات ديال المناخ ولات توصل لدرجات القصوى، اما تيجينا البرد بزاف او لا تجينا الحراره بزاف. هذا هو الواقع. هذا الواقع هذا تيعطينا التصحر، تيعطينا الندره ديال المياه في جهات، الماء اللي تيجي الامطار اللي تجي قويه تمشي تضيع في البحر، لانه ما يمكنش تقبض هذيك الامطار كامله بحال اللي وقع في كل ميل. صحيح كاين الفساد، كاين كذا كاين كذا، ولكن الفساد فين كاين؟ هو انه فراش ديال النهر مادام 20 عام كاين شباب مابقاش يجي الماء، بدا تيعتبر الخلق مبني ومدرسه ديال الدوله مبنيه تما، البوسطه مبنيه. ملي جا الماء كثير الماء النهر ديما الماء تيرجع للنهر ديالو، رجع تما غرق الدنيا قتل العباد. شحال جا؟ خصنا نعرفوا بان المناطق الجافه سنويا لا تتجاوز تساقطات عندهم 250 ملم. قول مين ذاك العام جاتهم 250 ملم في 3 ايام، منين بغا يمشي هذا؟ غيغرق الدنيا. انهم ما فيش انهم جايين 3 ايام، ما يديريش جيزات ديال 250 ملم تجيهم 3 ايام، و 250 ملم تجيهم في عام. هذيك المناطق الوزازات زاكورا والتقاديم حتى هذا هو كيف عارفينو الناس ديال الفكره. اذا وضحت لكم هذه المسائل، بقات لنا نقطه واحده اللي هي الايكولوجي. واش تعني الايكولوجي؟ البيئه، واش هي البيئه، واش شي حاجه اخرى؟ شنو الايكولوجيا؟ انا تندير لها واحد التفسير بسيط باش يمكن له يدخل الدماغات ديال الناس بسهوله. مثلث تريونغل ايزوسيل باش يسميوه هذوك اصحاب الجيومتري. مثلث القاعده ديالو هي البيئه. الضلع الاخر كل مختلف العلاقات البشريه، علاقات الشغل، العلاقات الاجتماعيه المختلفه الى غير ذلك. الضلع الثالث هو مختلف اشكال الانتاج ويكون مختلف الاختراعات التكنولوجيا والعلوم الى غير ذلك. الى جمعنا الثلاثي كامل هو الايكولوجي. هذه باش نبسطوا الامور باش تكون واضحه لنا كلها الامور. اذا يجب الحفاظ على الثروات للاجيال المقبله. ما يمكنش نولدوا الوليدات وناكلوا لهم رزقهم، نخليو لهم شي حاجه ديال الثروات اللي المناجم اللي في الارض اللي بكذا باش يعيشوا قدامهم. حنا نستهلكوا في الحدود اللي حنا محتاجينه المواد اللي هي
تتجدد. اللي ما تيتجدد بإمكاننا هذاك الشيء اللي منتج اللي كاين نعاودو نديرو له التدوير. شعار شهير عند الايكولوجيين ريان سجلت تو سو ريسيكل. حتى حاجه ما تلوحوها كلشي تندورو. الدجاج عوض ما غادي نمشي نهرس الحجر ونخرج لي كريستو ونصايب الدجاج من جديد، هذاك الدجاج اللي تهرس عندي هو غادي نخدمو وغادي ندوبو ونخرج منه تاني جوج. ميكا، هاد ميكا صغيره غنجمعها ونخرج منها البانيوات. هذاك الحديد غنخرج منه حاجه اخرى. سي سوليسيون. هذا من شأنه اولا تيحافظ لنا على الثروه، ومن شأنه ثانيا يخلق لنا مجالات جديده للعمل وامكانيات واسعه لليد العامله. غازات اللي تتخلق وحتى العمليه الكيميائيه هي عندي زعما اللي تعرف داكشي ديال الكيمياء CO2 بليس H2O تكون مخلط بالماء وواحد العدد ديال الغازات اخرى اللي تدخل. هي ولا الا ما كانش هادشي الكربون كذلك كاين الكلورور الهيدروجين، وهذه كلها الاثر ديالها شنو؟ تتخلق الاختناق، تتخنق الصدر، يمكن تعطي توصل للمستوى ديال الوفاة. وهي الخطورة ديال هذه الغازات إلا خرجت، إلا تحرقات هذه المواد ما كاينش هذيك الميزون. حنا ما تنقولوش ديك المواد راه هي أقل ضررا من الفحم الحجري. وللعلم السيرة غيجيبوا لنا الفحم الحجري ديال الشينوا المحول، وهذا يتطلب نقاش وعمل. قلتها للاخوان ديال الاتاك انا باسمي، قلت لهم نديروا يوم دراسه على هذه العمليه ونخرجوا بمين ونوضوا نتحركوا السكان. راه الخطر ماشي، وراه الخطر ماشي. اذا هذا ملي تتكلموا من الناحيه العلميه راه الامور بهذاك الشيء اللي وراونا في التلفزيون راه فيه المضره هو الجانب الثاني اللي هو حقوق